انا مش عارفه انا ببعتلك ليه. انا عارفه ان مشكلتي ملهاش حل. انا للاسف مشكلتي اني جميله بزياده كمان، وده عامل مشكله كبيره قوي في حياتي وفي عيلتي. انا اصغر اخواتي، عندي 19 سنه، ليا اختين بنات وولد. التلاته علاقتي بيهم وحشه قوي. اخويا على طول بيتحكم فيا وفي دخولي وخروجي ولبسي وصحابي، واخواتي البنات متضايقين مني لان بيجيلي عرسان كتير من وانا عندي 16 سنه، وهم لا. ماما بتقعد تقولي وقفتي حال اخواتك، وبابا عاوز يخلص مني ويجوزني بسرعه علشانهم، لان اخر عريس جه لواحده من اخواتي كان صالونات يعني. وبعد ما اختي وافقت، امه رجعت لامي تقول ما ينفعش ناخد الصغيره لانه شافها وعجبته. اخواتي كارهيني وانا ماليش ذنب. انا زهقت، انا مش عاوزه اتجوز دلوقتي، وهم عاوزين يخلصوا مني. مش عارفه اعمل ايه، اشوه نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ انا حلوه لكن حلاوتي دي مكرهه الناس فيا لحد ما قربت اكره نفسي. انا ممكن حياتي تتدمر بسبب ان انا حلوه. انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. الحياه دي غريبه، بنات بتتمنى شويه جمال واللي عندهم حبه منه زياده تعيسهم. انا ما اقدرش هنا اعيب على اخوات البنت اللي بيتعاملوا معاها بالطريقه دي، ولا عيب غير على الاب والام اللي ما ربوش صح لدرجه ان الاخوات بيغيروا من بعض. لو هم كانوا زرعوا حب صافي بينهم ما كانش ده هيبقى تصرفهم مع بعض، ما كانوش هيشوفوا اختهم عائق في حياتهم، ولا الاب كان هيحاول يجبر بنته تتجوز بالعافيه. طبعا انا كنت نصيحتي ليها انها لا تنصاع للكلام ده ابدا، وتقاوم على قد ما تقدر، وما تتجوزش جوازه وخلاص. هي لسه صغيره، المفروض تكمل دراستها وتشتغل وتشوف حياتها بشكل صح وسليم وبترتيب متوازن. قلت لها دي معركتك في الحياه واهم معركه ولازم تكسبيها. مفيش مجال ان اقول للاب والام دلوقتي صلحوا ما افسدتوه على مدار 20 سنه، لكن على البنوتة دي دلوقتي إنها اللي تصلح أو تنجو من الوضع ده. النجاة مش بالجواز. بيؤلمني جدا لما أشوف بنات بيهربوا من معاناة في بيوت أهاليهم بالجواز، لأن بنسبة كبيرة وارد اختيارها يكون خطأ لأنه مبني على أسس مش صح. أهي جوازة وخلاص، أهي هروبة وخلاص. فعشان كده أنا شجعتها إنها ترفض رفض تام لأي ارتباط في الوقت الحالي. هي مش مشكلتها إنها جميلة، ومش مشكلتها إن أهلها بيفضلوا جوازات الصالونات لبناتهم، لأن ولادهم لو بيجيلهم عرسان عاديين مش مجرد صالونات ما كانش الوضع هيبقى كده. لأن اللي بيتجوز جواز صالونات ده بيبقى زي اللي بيشتري فاكهة من السوق، عايز أحسن حاجة على قد الفلوس اللي معاه. فتلاقي واحد داخل البيت يخطب واحدة بعينها، يشوف أختها يقولك طب أخد التانية، بلاها نادية خد سوسو، وبختك يا أبو بخيت. هل ده جواز؟ لا، ده لعب عيال، دي قلة أدب. عشان كده كان نصيحتي ليها تقاوم، تتجوزش جواز صالونات، تكمل تعليمها، تشتغل، تثبت نفسها وتاخد خبرة في الدنيا عشان تعرف تختار مين اللي بيختارها عشان شكلها ولا عشان شخصيتها، لأن ده هيفرق معاها جدا في الحياة. في نهاية تنويه أخير، جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها أي حد غيري، ولا يتم نشرها إلا بموافقة صاحبها أو طلبه هو شخصيا زي القصة دي. في النهاية كانت معكم فيبي أنور، سيناريستية، ويومكم سعيد.